في ليلة إفريقية لا تنسى، يفوز الزمالك على أوتوه الكونغولية بنتيجة 2-1. البداية كانت قوية. في الدقيقة 17 حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول برأسية رائعة، وفي الدقيقة 24 عدي الدباغ يضيف الهدف الثاني ليقرب الزمالك من التأهل. لكن المباراة اشتعلت في النهاية. في الدقيقة 83 أوتوه يقلص الفارق، ويبدأ الضغط القاتل والصدمة الكبرى. في الدقيقة 88 طرد الحارس محمد صبحي. سيف الدين الجزيري يقف في حراسة المرمى. 7 دقائق وقت بدل ضائع. ضغط رهيب. صافرة النهاية تعلنها. الزمالك في نصف النهائي